إصابة الفنانة مي سليم إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالمعادي. حادث مروع أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم الفنانة مي سليم، وذلك إثر اصطدام بين 4 سيارات أعلى الطريق الدائري باتجاه المعادي، بينهم سيارة الفنانة مي سليم، حيث تولت النيابة التحقيق. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغ مفده وقوع حادث تصادم بين مجموعة من السيارات على الطريق الدائري باتجاه المعادي الجديدة، وبالانتقال والفحص تبين تصادم 4 سيارات من بينهم سيارة الفنانة مي سليم، والتي تحطمت بالكامل لكن دون إصابة الفنانة إلا بكسور بسيطة، كما تبين إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واختارت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وفي سياق آخر يذكر أن الفنانة مي سليم شاركت مؤخرا في مسلسل تلت التلاتة، المسلسل من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والذي عرض في الماراثون الرمضاني 2023.